السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة على اول الصبح ان شاء الله كده. جايين نقيس زيت الموتور بتاع المكنة. تمام كده، وهنشوف هل في زيادة ولا مظبوط ولا ناقص. تمام كده. في الفيديو ده تابع معايا الشرح ان شاء الله علشان تستفيدوا. ولو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وعشان ما اطولش عليكم، هيا بينا نبدأ ان شاء الله. بسم الله. اول حاجة هنفتح الكبوت علشان نشوف المقاس. نرفع دي لفوق كده. تمام كده يا شباب. الكبوت بيرفع معانا اهو علشان نشيك على زيت الموتور. اول حاجة الصبح لازم تشيك على زيت الموتور. تمام كده يا شباب. واهم حاجة لازم اللودر يبقى واقف على ارض متساوية ومظبوط. بص كده، لازم اللودر يبقى واقف على ارض ثابتة ومظبوطة علشان المقاس يطلع مظبوط معاك، ما يطلعش ناقص ولا زائد. تعالوا كده يا شباب، ادي المقاس بتاع المكنة. تمام كده يا شباب. شايفين يا شباب المقاس ازاي زايد؟ ده المقاس بتاع المكنة زايد، المفروض يبقى لحد هنا بس. في علامة فل هنا بالانجليزي. تمام يا شباب، ثواني كده عشان ماسك الموبايل بس. المفروض العلامة تبقى لحد هنا. تمام، فهو كده في زيادة، في زيادة. هتمسك المقاس وتشم كده الريحة بتاعته. هتشم ريحة المقاس، تشوف المقاس هل هو في حاجة، هل هو في ريحته جاز ولا لا. بس انا شميت المقاس وطلع فيه ريحته جاز. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على 4 اسباب بيخلوا الزيادة بتاعت المقاس طلع معاك مظبوط زيادة، مش طالع مظبوط. تمام يا شباب، المقاس طالع معاي زيادة مش طالع مظبوط. ليه بقى؟ انا هقول لك باختصار شديد ان شاء الله. الفيديو ده معاي هوضح لك ليه بيبقى زيادة. اهم الاسباب زيادة مقاس زيت اللودر او اي معدة يعني. تمام يا شباب، خلط الجاز مع الزيت. خلط الجاز مع الزيت، يعني انت لو مسكت المقاس وشميته ولقيت ريحته جاز، هيبقى كده خالط جاز مع الزيت. ده بسبب ايه؟ ممكن بسبب ان الرشاش بيخر، او طلمبة الحقن بايظ. يبقى اول حاجة معانا ايه؟ سبب رشاش بيخر او طلمبة حقن بايظة. تمام يا شباب. طب تاني حاجة معانا ايه؟ خلط مية التبريد من جوان وش سلندر او شرخ في المكنة. تمام يا شباب، دي تاني حاجة معانا. طب تالت حاجة ان انت زيادة التزويد، زودت الزيت اكثر من الحد المطلوب. زودت الزيت اكتر من الحد المطلوب. رابع حاجة معانا اللي هو رقم 4، ضعف شنابر البستم. ضعف شمبر البستم يخلي الجاز ينزل على الكرتيرة ويزود الزيت. يبقى ارفع 4 معانا، ضعف شنابر البساتم. شنابر البساتم ينزل على الكرتيرة، بيخلي الجاز ينزل على الكرتيرة ويزود الزيت. وفي الحالة دي بينزل الجاز على الزيت، وهتلاقي المقاس معاك مش طالع مظبوط خالص. ما تستهونوش بزيادة الزيت. الزيادة دي ممكن تضرب لك المكنة وتكلفك الآلاف. كل مرة تشيك على الزيت، شم ريحته وبص على اللون بتاعه. وافتكر دايما ان الزيت مش بس كمية، دي حياة الموتور.
لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك ان شاء الله، وتشترك في القناة، وسيب لي رأيك في التعليقات، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.